ازيكم في قراقيش جديدة، وزي ما اتعودنا بنكمل مع بعض قرقوشة قرقوشة عشان نكمل مجلتنا الفرفوشة. برافو عليكم. استنونا في أولى فقراتنا بس بعد البريك الصغنن قوي ده. اوعوا تروحوا في أي حتة. ودلوقتي يا صحابي وصلنا لفقرة قرقوشة فرفوشة، ومعانا صاحبة لينا. يلا بينا نتعرف عليها ونسألها تعرف ايه عن نيلي. اسمك ايه؟ ريم. ريم، تعرفي ايه عن نيلي؟ عارفة اللي هي كانت بتمثل زمان وفوازير نيلي. تحبي فوازير نيلي؟ شفتي بقى فوازير الخطبة بقى والحاجات دي؟ وايه كمان بتحبيه لنيلي؟ كانت بتتفرج عليها وهي صغيرة. تتفرجي عليها وهي صغيرة؟ مامي. وكانت بتكتب ال الفوازير لغاية آخر شهر، لما يخلص العيد تكتبه 30 يوم. اوكي شطورة. وايه كمان بتحبيه بقى لنيلي؟ بحب حاجات كتير، تماثيلها. تحبي تمثيل نيلي؟ مم. وايه كمان؟ حاجات كتير أعرفها عنها بحبها. شفتي كذا فوازير بقى لنيلي؟ شفتي بقى تمثيلها وكده؟ وايه كمان شفتيها وهي صغيرة؟ عمرك ما شفتي ليها اي فيلم وهي صغننة؟ ما شفتيش عصافير الجنة؟ اسمك ايه؟ اسمي همس. همس، تعرفي ايه عن نيلي؟ هي كانت اصلها سورية، واطلق عليها نجمة الاستعراض الاولى، كانت بتعمل مسرح مش فوازير ومعرفش حاجات كده كتير. بتحبي بقى فوازيرها وكده وتمثيلها؟ اكتر فوزورة بحبها بتاعت ام العريف. ام العريف. وايه كمان بتحبيه لنيلي؟ بحب كل اعمالها وهي مش هتتكرر تاني. مش هتتكرر تاني اكيد. وشفتي بقى نيلي وهي صغننة؟ شفتيها في فيلم ايه بقى وهي صغننة؟ مش فاكرة الفيلم. طب وتعرفي ايه كمان عن نيلي بقى؟ هي بتعمل كانت من هي صغيرة كانت بتعمل فوازير وحاجات كتيرة كده. نفسك بقى تكوني زي نيلي؟ اكيد طبعا، كل الناس اكيد عاوزة تكون زي نيلي، بس هي مش هتتكرر تاني اكيد. اوكي. وايه كمان؟ بس بتحبي بقى ايه اكتر حاجات بقى في نيلي؟ ايه اللي خلاكي تحبي نيلي؟ شخصيتها، ان هي جريئة مبتخافش وكده. اسمك ايه؟ كنزي. كنزي، تعرفي ايه عن نيلي؟ ان هي كانت بتعمل فوازير حلوة، وهي شعرها اصفر، وكانت بتعمل فوازير جميلة. تحبي فوازيرها بقى؟ شفتي بقى فوازير ايه؟ شفتي الخطبة؟ شفتي ايه كمان؟ حاجات كتير حلوة قوي. بتحبي نيلي بقى قوي؟ وايه كمان بقى بتحبيه في نيلي؟ ان هي شعرها اصفر، و هي شعرها لما بتبقى في الفوازير بتبقى حلوة. نيلي هي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية من أصل أرمني، وهي أخت الممثلة المصرية الطفلة فيروز، وقريبة الممثلة لبلبة، وهي تعتبر في الوطن العربي ملكة الفوازير. بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة، وهي ممثلة تهوى الغناء والرقص والاستعراض. وفي عام 1966 قامت نيلي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم المراهقة الصغيرة. عملت لأعوام كثيرة كبطل الفوازير رمضان، ومنها فوازير عروستي والخطبة وأم العريف وعالم ورق وزي النهاردة. ومن أشهر المسلسلات التي قامت بها الدوامة، برديس، مبروك جالك ولد،
وغيرها من المسلسلات والأفلام المشهورة. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة منقوشة، ومعانا انتي رانيا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. الحمد لله. بصي يا انجي، انا قعدت افكر كتير قوي. البنات خلاص احنا دلوقتي في اجازه وخلصنا امتحاناتنا، ففكرنا بقى نعمل ايه؟ نعمل اشكال كده بسيطه تتسلوا فيها في البيت عشان ما تدوشوش مامي. اوكي. بصي دي شكل نحله بتاعتنا احنا اللي مكوناها وعملناها، فاحنا نعمل اشكال بسيطه، ودي كرات كده من القطن بتتباع في المكتبات جاهزه يعني. اوكي، احنا هنركبها مع بعض بمسدس الشمع. اوكي، يلا بينا نشوف بس معانا ايه هنا. نبدأ باليلو ولا بالبلو؟ باليلو. باليلو. نطلع بقى نجهز حاجات اليلو كلها. في هنا صغنن عشان نعمل دبدوب. ممكن تساعديني؟ اتفضلي دبدوب. والعينين؟ نحط له عينين يلو. نشيل بقى الحاجات دي كده بشويش عشان هنعمل بيها لعبة تانية. نبتدي بقى يا انجي. انا عايزه بقى ايه؟ نبدا بالدبدوب. دماغه بقى بتبقى كبيره مقلبظه. هاتي بقى دي يا انجي. طبعا هي الرسمه بتبقى قدامنا كده معانا، فاحنا هنحاول نعمل من شكل الرسمه دي عشان ما تفكروش انها صعبه، هي سهله خالص على فكره. يلا بينا. يلا بينا. هناخد بقى دماغه بتاعه الدبدوب القلبوز ده، نحطه على دماغ تانية برضه. ايوه. نبتدي بقى نلزقه في بعض كده بالشكل ده. بعد كده نعمل له بقه. البق. اي احمر دي. كل ده بق. احنا بس عايزين نوري اصحابنا هو الدبدوب مقلبس بقى. نبتدي بقى نعمل مكان عشان عيونه. هو صغنن قوي، يا رب تكونوا متابعيننا كده. كده حطينا اول عين. العين متحركه. برافو عليكي. دي عينه التانية. تمام. ونبتدي بقى نكمل سوا دبدوبنا. هي كور قطن كده يا انجي، احنا بنوصلها ببعضها بس مش اكتر، بتدي شكل جميل قوي في النهايه. كده هتطلع كاتربيلر دودة. لا هي هتطلع دبدوب. احنا هنقول لها انتي دبدوب، اتفقنا؟ نبتدي بقى نعمل له رجله. ايده ورجله. رجله طويلة. تحبي الدبدوب؟ قوي. وانا اعتقد ان هو طالع كتكوت. المهم يعجب صحابنا. كتكوت يا دبدوب. المهم يعجب صحابنا بس ويتسلوا بيه وهم قاعدين في البيت. بس هو في الاخر شكله حلو. ميرسي يا انجي. ده ايه ده بقى؟ ده ديله. ديله اكبر من جسمه. نبتدي بس نكمل ديله كده. تمام. هنعليه شويه بس عشان هو كده طالع مفعص قوي.
لسه ما عملناش ودانه يا انجي. شكله حلو قوي. ميرسي. ايه رأيك؟ جميل قوي. ده كان شكل الدبدوب بتاعنا. الدبدوب برضو. يا رب يعجبكم. في اشكال كتير معانا طبعا، بس احنا مش عايزين نضيع وقت البرنامج. يعني في شكل كمان اهو، شكل ده، ممكن دي. ودي كمان كانت شكل Butterfly. باترفلاي. تمام، يا رب يعجبكم. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة منقوشة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مروشة، والنهارده هنتفرج عن مجموعة صور طبيعية. ايه رأيكم نشوف الفيديو ده؟ ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة موهوبة، ومعانا صاحب لينا. يلا بينا نتعرف عليه ونسأله ايه موهبته. اسمك ايه؟ نور الدين. نور الدين، ايه موهبتك؟ الغنى. بتغني؟ طب النهارده بقى هتغني لنا ايه؟ لو سألتك انت مصري. لو سألتك انت مصري، طب بص للكاميرا بقى وغني.
لو سألتك انت مصري تقولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري ابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري، حتى بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري، حتى بسماري ولوني مصري. وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه. برافو، جميل قوي. مين حفظها لك؟ أنا حفظتها. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة خصخوصة، وهنتكلم عن وزوز وبطبط. وزوز وبطبط صديقان لطيفان يستمتعان بالتمثيل على مسرحهما الخيالي، يعيشان مغامرات مدهشة ومفيدة. وحلقات وزوز وبطبط تتضمن أغاني عذبة تبث في نفوس الأطفال قيم الحب والسلام والتسامح وأهمية التعاون وروح الفريق الواحد. وزوز هو العقل المحرك، ذكي ويحب المغامرات. يحب بطبط جدا ويثق به. بطبط دائما يجد حلول غير تقليدية للمشاكل ويتعلم من أخطائه. ومن الشخصيات مع وزوز وبطبط هما فوفو وسوسته، كلب وزوز الوفي، وعزوز والعمدة وبسيوني. وقد حصل العمل على عدة جوائز في مهرجانات محلية وعربية وعالمية. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة خصخوصة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مقصوصة اللي بنعرف منها معلومات من جميع أنحاء العالم. ومعلومتنا النهاردة: هل تصدق أن الأخطبوط ومع تكرار الهجوم عليه يزود نفسه بأسلحة دفاعية خارجية، حيث يستعين بالإبر الخاصة بقناديل البحر التي يصطادها ويلصقها على جسمه ليصبح جلده مدببا يصعب التهامه. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة مقصوصة، نشوفكم في فقرة تانية.
ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة قرقوشة، ومعانا انتي رانيا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. بصي النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ النهارده هنعمل كنافه. انا عارفه كل الاطفال بيحبوا الكنافه وانا بحبها قوي، ففكرت بقى ان انا اعمل لكم طبق بالكنافه. دي كنافه انا جبتها عادي، قطعتها حتت صغيره قوي وحمرتها في سمنه كده بسيط. خلاص نخلي مامي تساعدنا بس في الكنافه. ومعانا بقى موز، ومعانا صوص شوكليت والجوز بتاع الكنافه. اوكي تمام. اوكي نبتدي بقى نشوف هنعملها ازاي. هناخد كنافه هنا الاول، نحط اول دور كده كنافه. تمام. بعدين نحط عليها الجوز بتاعها، اهم حاجه في الكنافه. نقلبه بس كده عشان نتاكد، نتقلب كويس. نبتدي بقى نحط عليه الموز. تحبي الموز؟ طبعا. وانا كمان. الموز ده كله بوتاسيوم ومفيد جدا جدا يا انجي. كل اصحابنا بياكلوا الموز ولا ايه؟ طبعا، عشان كده بقول اذكياء. طبعا. عشان بياكلوا موز. نبتدي بقى نقطع الموز بتاعنا كده حلقات. الموز ده كان بيلعب كوره. نبتدي بقى نشيل الموز بتاعنا، نرصصه هنا كده. تمام. دي تاني خطوه كده معانا. والصوص بقى الشوكليت، طبعا اهم حاجه عندكم كلكم صوص الشوكليت، مش كده؟ انا عارفه. واو. تمام. تمام. حطي تاني كنافه. نفس اللي عملناه. نفس اللي عملناه، برافو عليكي. حطي ايه؟ برافو يا انجي، انتي بقيتي شيف خلاص يا انجي. اتفضلي كده حطي انتي الجوس في النص كده. برافو عليكي. بعدين نحط الموز تاني. سهله. سهله قوي. بس نقول لمامي ايه تحمر الكنافه بس عشان احنا ما نولعش النار. وخلاص على كده. لا يا مامي ما تتعبيش نفسك خالص يا مامي. تيجي بقى نقطع الموز ترانشات. بيلعبش كوره ده. تنس. هي الموز بالكنافه وهم. ولو في مانجو كمان على فكره، لو كنا دلوقتي في وقت المانجو كان هيبقى طعمها حلو قوي برضو. نرجع تاني. الصوص. تمام. نكمل الكنافه. نحطها بقى كلها دلوقتي بتاعتنا. بعد كده الجوز كتير بقى عشان احنا حطينا كميه اكبر شويه دلوقتي. قطع الموز. سهله يا انجي؟ سهله قوي. هعملها على طول، بس هطلب من مامي بس انها تحمر لي الكنافه. بعدين الكنافه موجوده طول السنه مش في رمضان بس، انتي لو سالتي عليها في اي ماركت هتلاقيها. اتفضلي كده. نحط الجوس عليها تاني. ايه رايك يا انجي؟ حلو قوي. قبل ما نوريها لاصحابنا لازم ندوق انجي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي سوري يا انجي. نعم، طعمها حلو قوي. يا رب تعجبكم وبالهنا والشفا. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة قرقوشة. للأسف يا صحابي خلصت قراقشنا. استنونا في قراقيش تانية، بس اللي عايز يتواصل معانا يشوف كارتون أو يسمع أغنية أو يحتفل بأجمل يوم في حياته هو يوم عيد ميلاده، يبعت صورته واسمه على قناة اسكندرية برنامج قراقيش. على فكرة احنا اتبسطنا معاكم قوي، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا معانا. باي باي.